الأمان في حياتنا، كلنا بندور على الأمان من أول ما اتولدنا لحد لما نموت. هنفضل ندور على الأمان. مع بودكاست إدارة النفس مع دكتور هبة صبري، لايف كوتش معتمد من ICF في علم النفس الإيجابي، ممارس العلاج المعرفي السلوكي. أهلا بك يا دكتور هبة. أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نعرف يعني إيه أمان. المفهوم البسيط للأمان هو تسديد الاحتياجات م. starting من الطفل الصغير، إن هو طريقة تعبيره بتبقى البكاء، ودي اللانجوج اللي هو بيتكلم بيها أو اللغة اللي هو بيتخاطب بيها مع الأم أو الكير جيفر، عاطي الرعاية. وجود الأم وتسديد الاحتياج ليه في إن هي تجاوبه وتجيله وتسدد له الاحتياج أيا كان، كأكل أو نظافة أو حب واحتواء. بالنسبة له ده يبدأ الأمان. يبدأ الطفل ده يكبر في مراحل عمرية مختلفة، كل مرحلة عمرية تسديد احتياجاتها بيرفلكت أمانة عند الطفل لغاية لما يبقى بالغ وراشد لغاية حتى الموت. يعني نقدر نقول إن الأمان هو الحاجة الأساسية، هو البيز أو القاعدة الأساسية اللي بيبدأ الإنسان من خلالها يكبر وينمو. أكيد كل ما الشخص تسدد له احتياجاته اللي بترفلكت أو بتنعكس على الأمان، كل ما بقى شخص قادر يكوب مع مصاعب الحياة ويتعامل معاها، زي كأني بقول شخص أساسه متين. عظيم. طيب، امتى اعرف ان انا امن؟ إن أنا يبقى عندي مقاومة نفسية، بمعنى إن أنا أبقى عامل زي الشجرة اللي الرياح بتيجي وتخليني أسقط أرضا وبعدين أقوم تاني، أرجع لوضعي الأصلي تاني. يعني نقدر نقول ان الامان ممكن متغير من مرحلة للتانية. الاحتياج الاحتياج متغير، زي ما أنا قلت الطفل الصغير محتاج الأكل، الشرب، الحضن، الطبطبة، النظافة. الطفل لما يكبر شوية محتاج ان هو يبقى متشاف، محتاج ان هو يبقى مسموع، محتاج الحضن، المشاعر، الكلام الإيجابي، وهكذا. كل مرحلة ليها متطلباتها. طيب، ممكن تقول لنا امتى الطفل بيشعر ان هو امن؟ من اول ما يبقى طفل رضيع لحد لما يكبر ويبلغ. ان في شخص موجود حواليه هو واثق تمام الثقة ان الشخص ده موجود وسيلبي احتياجاتي. م. يعني زي ما انا ابدا مثلا مرحله المدرسه، فانا بوديه المدرسه هو واثق ان ماما جايه وتاخدني، يعني وكاني عندي تعلق امن. هي موجوده في الحياه، هي مصدر معرفتي للعالم الخارجي. يعني نقدر نقول ان الامان بيساوي الثقة. الثقه ان في شخص موجود، هو موجود. كلمه الوجود معناها هو موجود بكيانه، موجود بافكاره معايا، موجود بتسديد احتياجاته ليا، موجود. م. طيب، بعض الاشخاص في فترات ما من حياتهم ما شافوش الامان ده، أو معنى أصح ما قدروش بشكل ما وبآخر، نتيجة ظروف أو نتيجة بيئة، ما قدروش يوصلوا للشعور ده. إزاي يقدروا يتعاملوا معاه؟ للأسف الأشخاص اللي ما تسدد لهمش احتياجاتهم بشكل جيد وهم أطفال صغيرين، بيواجهوا مشكلة ثقة في العالم الخارجي. وكأني نازلة مطار، الأشخاص كلهم بيتكلموا لغة أنا مش فاهماها، وأنا أعرف شخص واحد بس هو اللي بيمثل لي حلقة الوصل بيني وبين العالم الخارجي. لو الشخص ده ما كانش على قدر الثقة وعلى قدر تلبية الاحتياجات ومعرفتي معرفة جيدة للعالم الخارجي، لو أنا اداني ميعاد إن هو يجيني في المطار وجالي مرة والمرة التانية ما بقاش يجي، أو ما كانش العلاقة دي فيها استقرار في تلبية الاحتياجات، ده بيرفلكت إن البلد اللي أنا هشوفها بعد منطقة المطار هيبقى الناس اللي فيها غير آمنين، لأن أول شخص قابلته في المطار كان شخص غير آمن وعدني وخلف الوعد. وكأن العلاقات الأولى في حياتنا بيتبني عليها سيناريو، بيتبني عليها افتراض إن أي شخص هعرفه بعد كده هيبقى يعني مصدر غير آمن بالنسبة لي. مظبوط؟ العلاقات الأولى هي الأساس في كل شيء، في كل شيء.
في علاقات علاقاتي في العمل، في علاقاتي في الزواج، في علاقاتي مع اخواتي، في كل شيء، علاقاتي في العالم الخارجي بشكل عام. طيب الأمان مهم. طيب بعض الأشخاص بعد لما يتعرضوا لمواقف وظروف صعبة في حياتهم تسحب منهم الأمان ده، طبيعي بيتغيروا. إزاي نقدر نعرف الأعراض أو السيمتومز نتيجة عدم الأمان ده، أو إزاي نميزهم؟ يميزهم ان انا بيبقوا دايما ما عندهمش ثقة في الاخر، مش قادرين ان هم يثقوا لغاية الاخر، بيبقوا حاسين ان في حتة ناقصة. حتى لو توفرت كل العوامل لوجود امان، لا، عندهم خوف دائم. الخوف دايما من الصفات اللي يتميزوا بيه، مم. الخوف والقلق، لان انا ما لقيتش اللي يطمني. دايما بفكر في المستقبل، دايما مهتمية بيه، لان انا ما عنديش حتة الامان. للاسف بيرفلكت على علاقتهم بربنا، لان في وقت من الاوقات الام والاب هما مصدر السلطة، ومصدر السلطة وصلني. لو الام رحيمة والاب رحيم، لو الاب دايما بيسدد لي احتياجاتي، فهو كون لي صورة عن شكل السلطة، فبيرفلكت على علاقتي بربنا. لو الأب مش رحيم ومش عاطي، ببقى متخيل إن ربنا دايما هيعاقبه، دايما ربنا دايما مش هيديني اللي أنا بطلبه منه. عظيم. يعني المراحل الأولى في حياتنا هي اللي بتأسس العلاقات، وهي اللي بتأسس رؤيتنا للحياة وللناس ولربنا كمان. طيب تحبي تقولي إيه للناس اللي ما شافوش الأمان في حياتهم؟ إزاي يقدروا يتخطوا، إزاي يقدروا يسددوا احتياجاتهم؟ إيه، أقدر أقول لهم إن هم على قدر الإمكان يبدأوا يشتغلوا على نفسهم. عارفة ومتأكدة إن اللي ما تسددلوش احتياجاته وهو طفل، صعب إن نعملها بشكل كامل، بشكل 90 أو 100%. ولكن ما نيأس، نبدأ نشتغل على نفسنا، نبدأ نطمن نفسنا. لو أنا نفسي في هدية أو لعبة ما جاتليش وأنا صغير، بس أنا كبير دلوقتي وقادر إن أنا أجيبها لنفسي. لو أنا محدش اهتم بلبسي، اقدر ان انا اهتم بلبسي دلوقتي. لو انا ما اتعرضت لسوء تغذية او لحد اهمل في صحتي، فانا كبيرة دلوقتي واقدر اهتم بنفسي واقدر اراعي نفسي. فانا واقفة لنفسي طول ما انا عايشة. عظيم جدا. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور هبة، ونوجه رسالة أخيرة: دوروا على الأمان في حياتكم، دوروا على الأمان في علاقات جيدة وصحية. شاركونا برأيكم في الكومنت تحت، ونشوفكم إن شاء الله المرة الجاية في البودكاست. شكرا دكتور هبة. شكرا لحضرتك، اشكرك.